السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وموضوع جديد. لما عملت فيديو الزهد كنت قلت فيه إن الإمام أحمد بن حنبل قال إن الراجل ممكن يبقى زاهد وهو معاه فلوس كتير، ولما اتسأل إزاي قال إن الدنيا تبقى في إيده مش في قلبه. وجالي سؤال إزاي الدنيا تبقى في إيد الواحد مش في قلبه، فحبيت أقول قصة. أكيد كلنا عارفينها، بتاعة الأقرع والأعمى والأبرص. دول ثلاثة كان فيهم مشاكل وما كانش حد بيحب يتعامل معاهم، فربنا قرر يختبرهم، فبعت لهم ملك لكل واحد فيهم يسأله انت عايز ايه. فكل واحد فيهم قال ايه؟ قال انا عايز العلة اللي عندي دي تروح، سواء البرص او الاقرع يعني يبقى عنده شعر والاعمى يفتح. وكل واحد طلب نوع معين من الثروة، اللي طلب ابل، واللي طلب مواشي، واللي طلب غنم. ربنا ادى لكل واحد فيهم اللي هو طلبه. وبعد فترة الثروات دي زادت وفلوسهم كترت والدنيا بقت في ايدهم. فجه وقت الامتحان ووقت الاختبار، فربنا بعت الملك تاني في صورة كل واحد فيهم قبل ما يغتني ويبقى حالته حلوه. فراح للأبرص، الأبرص أنكر وجحد ومرضاش يديله حاجة، وقال له أنا وارث الفلوس ديت أبا عن جد، وطرده. الأقرع نفس الفكرة، قال له انا وارث الفلوس دي ابا عن جد، وانا غني ابن غني، وانا عمري ما كنت كده، وانكر وجحد وطرده. لما راح للاعمى، الاعمى قال له انا كنت زيك في يوم من الايام، وربنا اداني وانعم عليا والمال مال الله، واللي انت عايزه خده. فاحنا يعني انا شايف ان القصة دي مثال لناس الدنيا دخلت قلوبهم فانكروا نعمة ربنا عليهم، وواحد الدنيا فضلت في ايده وما دخلتش قلبه. واحنا في سعينا وفي حياتنا احنا لازم يكون عندنا طموح، فاحنا بنسعى، اللي يعمل مشروع واللي بيقدم على وظيفة حلوة و الى اخره. بس ما ينفعش ده كله يلهينا عن الاساس بتاعنا في الدنيا، وهي العبادة. فانا دلوقتي بشتغل، بسعى، جه وقت الصلاة مثلا 5 دقايق هقوم اصلي وارجع، ما استناش ان فرض يخش على فرض. انا واحد صاحب مشروع وعندي بسعى على مشروعي وبلف عليه والكلام ده كله، وفلوسي كترت وبقى عندي فلوس كتير، اطلع زكاتي، بخافش ان فلوسي تقل، واتصدق واعمل اعمال خير، ما بقاش خايف على فلوسي انها تقل. يعني ده تفسيري ووجهة نظري، يعني ايه الدنيا تبقى في ايدي مش في قلبي. اتمنى يكون الصورة وضحت واكون وضحت الصورة كويس. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، ومتنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة.